السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع يومياتي في المطبخ. النهاردة هنعمل طاجن حلو كده تحفة تحلية، انما ايه في قلبك. زي ما انتوا شايفين كده، يعني حاجة متكرملة كده وتحفة يا جماعة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة جبنا بولة على النار وحطينا فيها معلقتين سمنة بلدي وقلبناها مع معلقتين دقيق ويعني البشاميل الحلو بتاعنا. تمام. هنعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. هنعمل لايك الاول ونكتب تعليق حلو للفيديو ان شاء الله لو عجبكم. قلبنا كده الدقيق لحد ما اتحمص معانا، ونزلنا بلتر حليب وقلبناه كويس جدا، ونحط عليه حبة فانيليا، لو فانيليا سايلة او فانيلا اللي هي الظرف عادي. تمام. ونحلي بقى السكر بتاعنا، ده كان سكر تومين زي ما انتوا شايفين كده، اغمق الدنيا مفيش اي مشاكل. سكر برضو يا جماعة، طبعا على حسب التسكير اللي انت عايزاه. تمام. اللي عايزه سكر خفيف هتقللي السكر. هنا حسيت ان البشاميل بتاعي تقل شويه، فقمت جبت شويه حليب كمان وزودتهم. خلاص القوام ده ممتاز معايا. هنسيبه كده على جنب، ونجيب معلقتين سمنه بلدي ونحطهم برضو معانا. هقول لكم نعمل بهم ايه. معايا بطاطايه كده كبيره، كانت واحده بس، هعمل منها طاجنين حلوين قوي. تمام. جبت بعد ما قشرتها، وعايزه اقول لكم ان هي كانت مستويه مني جامد كمان على الفرنه ونشفت مني. تمام. مفيش اي مشاكل. قشرتها وحطيت عليها معلقتين سمنه بلدي وهرستهم. طبعا شغل المعلقه ده ما نفعش معايا، جبت ايدي كده وغسلتها كويس وقمت هرسها حلو قوي. جبت حبه زبيب، بما ان عندنا زبيب كتير اللهم بارك، فحبيت ان انا استغله في الوصفه دي. هتشوفوا بقى فيديوهات كتير كده مستخدمه الزبيب كتير قوي فيها، ما تقلقوش. تمام. قال لك ابو بلاش كتر منه. هو كده. خلاص هرستهم كويس وحطيت عليهم الزبيب. هجيب بقى الطاجن بتاعي، هحط برضو معلقه سمنه فيه في كل بوله منهم. تمام. السمنه دي سمنه بلدي يا جماعه، عايزه اقول لكم بتفرق قوي 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 في الطعم. ماشي يا ست الكل. خلاص دهنت بقى البرام بتاعي. وتنزلي بقى، حابه تنزلي بالبشاميل الاول براحتك، حابه تنزلي بالبطاطا الاول براحتك. انا عملت لك برام كده وبرام كده. تمام. يعني طاجن منهم في بشاميل من تحت، وفي طاجن منهم في البطاطا من تحت. تمام. براحتك خالص. عايزه اقول لكم بالمناسبه ان انا سبت الطاجنين دول على الفرن ونمت ونسيتهم. صحيت لقيت الحمد لله على تكه بقى. الحمد لله كانوا حلوين جدا وطعمهم جميل ولذيذ قوي والله العظيم. بس انا حسيت ان التحمير بتاعهم اتحمر جامد، فانا كان نفسي ان انا تكون جوسي قوي كده واكلها بقى اتمزز كده فيها. خلاص هنفرد بقى عليها البشاميل، وبعد كده البطاطا، وبعد كده بقى تركه حلوه معلقه السمنه البلدي. كل اللي انا استخدمتهم في الموضوع كله في الليله كل هي نص كوبايه سمنه بلدي، المج اللي هو العادي بتاعنا ده، نص كوبايه. تمام. جبت بعد ما حطيت البطاطا ورحت حاطه بقى حبه البشاميل اللي باقيين من فوق. طبعا ما تدخليش يا ستي كل البشاميل كده على الفرن على طول، هيبقى شكله كده مش حلو ومش ظريف. هاتي معلقه سمنه برضو وحطيها على البشاميل، عايزه اقول لك هتبقى تحفه. لا مش معلقه سمنه بس طبعا، لا يا ست الكل. هاتي حبه سكر سنترفيش ورشيهم على معلقه السمنه اللي انت هتحطيها. عايزه اقول لك هتديكي كرمله كده ولون جولد تحفه زي ما شفتوه في بدايه الفيديو. قسما بالله لا حاطه فلتر ولا مظبطه اي اضاءات ولا اي حاجه. حاطه كمان كنت بصور في مكان ضلمه مظلم، ما فيش غير لون التليفون بس، الاضاءه بتاعت التليفون. تمام يا ست الكل. خلاص ظبطتهم كده وحطيت معلقه السمن. وتجيبي بقى حبة السكر اللي انا قلتلك عليهم، هنا ما كانوش متصورين بس انا رشيتهم قبل ما ادخلها الفرن على طول. حطيت حبة زبيب ورحت حاطه حبة سكر، يعني ربع معلقة صغنونة، حطيتها كده على الوش. تمام. ودخلتهم بقى الفرن ونسيتهم طبعا. ولله الحمد، يعني لحقتهم على اخر لحظه. عايزه اقول لك بقى يا لهوي طعم حكايه جدا، اقسم بالله تحفه. بصوا الحروف متحمره جامد، بس اقسم بالله العلي العظيم كانت تحفه قوي قوي قوي. كمان كان في طاجن منهم متحمر اكتر. طبعا مش هغشكوا ولا احط فلتر ولا افتح الاضاءه عشان ما تبانش، لا والله انا حطيته بطبيعته زي ما هو. الفيديو الوصفه يا رب تكون المعلومه وصلت لكم. جربوها، وعايزه اقول لكم اقسم بالله العلي العظيم طعمها تحفه خطيره جدا جدا. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله، ما تنسونيش في لايك وشير وتعليق حلو منكم ليومياتي في المطبخ. خلاص ستوري على الموضوع، لازم توريهم الحرق يعني. اسيبكم في رعايه الله، ما تنسونيش بقى في لايك وشير وتعليق حلو منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.